حتى نشتغل مثل هذا الفستان يحتاج 2.5 متر من القماش. هنا أنا استخدمت قماش الكشمير. يتفصل هذا الفستان بطريقة الفصال الرياضي. هنا حفرة الرقبة 8 سنتي. نزول حفرة الرجل هو 25 سنتي. طبعا هاي قياسات بنية قياسها 42. ضروري بالفصال الكلوش أو المجرس لازم نقص من أسفل القماش، من أسفل الفستان 8 سنتي وندور. هنا من القماش المتبقي راح أفصل الرجل. طول الرجل 30 سنتي. أنه عندنا لاستيك من أعلى الردان أو الكم وأسفل الكم، فلازم ننطي زيادة. يعني هنا هاي جهة أعلى الكم أو الردان نطيتها 20 سنتي، والأسفل نطيتها 25. هنا هاي الردان راح تجي مفتوحة بعدين نخيطها. فصلنا الأمام على الخلف. حتى نسوي هاي الحفرة راح ننزل 9 سنتيم ونقص بهذا الشكل. بعدها ننزل 19 سنتيم ونقص. هاي القطعة راح نجي نشتغل بيها. أول شي راح نقص هذه الجهة المغلقة، نفتحها حتى تصير عندنا فتحة من منتصف هذا الشكل. هنا من نريد نخيط فقط 8 سنتيم، مسافة 8 سنتيم ونتوقف، نترك الباقي يبقى فتحة. مجرد بس مخيطة ونعدله حتى يصير فتحة بهذا الشكل. أخيطه بهذا الشكل حتى نخلي القيطان أو الحبل. هنا حتى نسوي الفتحة الجانبية راح نقص من الجهة اليمنى، والجهة الثانية راح نخلي لها بنسة حتى تتساوى عندنا. شوفوا هنا شلون قصيت. هنا تصير عندنا فتحة، وبالجهة المقابلها راح تصير بنسة. شوفوا بهالشكل بنسة ننزل بيها 10 سنتيم فقط. هنا بعد ما خيطتها، هنا الفتحة 40 سنتيم خليتها. هنا البنسة 10 سنتيم نزلت بيها وخدت بيها سنتيمين فقط. هنا صارت عندي بهذا الشكل. بيت مجال الحبل، راح أجي هنا أخيط هاي القطعة، كم أوصلها بالقماش حتى يجهز عندي الفستان. هنا أكو شغلة ضرورية بالردان لازم نسويها. نطبق الردان وجه على وجه. هنا راح نحدد من خط منتصف الرجل، راح نوجه على وجه القماش لازم. راح نحدد من خط منتصف الرجل، راح نحدد 8 سنتيم ونجر خط بهذا الشكل إلى نهاية الحفرة. هذه الجهة راح نقصها. هاي راح تصير تربط بالظهر، ظهر الفستان، حتى ظهر الفستان يكون عندنا صاعد ما بيه دلعة قوية. هنا هذا الحبل راح ندخله بهذا الشكل من الجهتين، من هاي الجهة والجهة الثانية نفس الشي. أنا بعد ما كمل عندي الفستان وخيطته، هسه راح تشوفون النتيجة على المانيكان.
نتيجة كلش حلوة.